عندنا خويا المركوب شويه قاصح شويه، وعندنا شويه العذاب، واحد 8 كيلومتر ديال الطريق. دابا الولد تيصبح عكزان باش يخرج تلحق هذاك شويه ديال الليل هذا تيدير كاع لا غلبوا الحال مع 4 هو تيتسنى الكارت يجي باش ما يدوزش عليه النهار، ولا مشاو داز عليه الكارت يقولوا غدا سير جيب بوك. معنا ما عندناش امكانيه باش نمشيو نجيبوا ليه بوه، بوه راه خدام يصبح كاع هذه الولد في المدرسه، وهذا اللي كان. انت شحال عندكم الولد؟ عندي وحده هنا وحده باقا كتقرا ليه هنايا، هي اللي كتقرا. شنو اللي احسن لك هنا ولا الجهه؟ لا هنا احسن لي، انا قلت لك كيفاش الطفله كضرب ثمن 3 كيلومتر 4 ولا غلبها الحال تصبح ناعسه، تقول لي ما عنديش فين نمشي انا، الحال بعيد، الحال الشتاء، الحال ضبابه هذه اللي عندها، او يجي اخا وخصني نخرجها، هذا اللي كان. والنقل المدرسي؟ النقل المدرسي بعيد علينا ثاني شويه ديال الطريق، شي 8 ولا كيلومتر ديال الطريق وشويه. لا كان مره قلت لك لا جاوب شعال عطاها بالدار ما يحبش، مشات لحقت تمشي غدا على غدا ترجع تقول للمدير سيري تجيبي بوك. وقاش جبتي البنت ديالك؟ قاعده عامين وهي هنا، عامين هي باش تقرا هنايا، وكل مره واش كتدير باش تمشي وتنقطعوا عاوتاني الكار واحد نقطعوا له تيهرب عليهم، تبدا تعطيه بالظهر، لو بقات لها يومين نهار كيوفى الشهر كيقول لها سيري تخلصي، تقول له عاملنا يومين راه ندبروا نجيبوا لك فلوس خلاص، تقول له لا والو سيري تجيبي الفلوس ديال الكار تركبي، وتخليها هي مزاوطه في الطريق وتزيدوا بحال. ايوا هذا اللي كان. شحال تخلصوا؟ 100 درهم. تعطيوها المول الكار ما تعرفوا واش مول الكار ولا الكريسون ولا الله اعلم، ما عرفنا شكون بها كاع. عندي 6 الولاد، واش كنخرج واش كنخليه، الناس بزاف على الوقت، وانا كنطلب منكم الطالبه، دار الطالبه خصها تفتح، وانا بعيد بزاف مع شحال من كيلومتر عندي بلا ما نحسب، انا ما قاري ما واعي، ولا ما كيجي باش ندخل بنتي تقرا، دار الطالبه تفتح، وقريبه المدرسه حداها تقرا تما وتبات تما وتاكل تجي تما، وانا بعيد بزاف عليا الحال، عندي بنيه واحده والاخرين حابسهم من القرايه، الناس على حساب الصاير بزاف عليا، انا قلت والله ما دار الطالبه تفتح، انا كنطلب منكم طالب دار الطالبه تفتح، الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير. لا ما عندي فين تفتح دار الطالبه، ما عندي فين نقرب بنتي، لما تفتح دار الطالبه ما عندي فين نقرب بنتي انا وصافي، غنحبسها بحالها، لا ما تفتح ديال الطالبه غنحبس بنتي ما دابا تقرا، هادشي تيجيني بعيد، هادشي اللي كاين اخويا الله يرحم والديك. انا عندي بنتي تتقرا هنايا عند في دار الطالبه، جبنات من عام الاول عامين دابا هادي، عندي تقريبا شي 7 كيلومتر باش يمشيو ويجيو، بزاف عليا تنلقاهم بالليل، لما فتش استاذ دار الطالبه غادي يحبس بناتي، انا ما عنديش امكانيه باش نخلص، نهار نخدم ونهار ما نخدمش، وهذه مزيانه لنا حنا مهليه فيهم واكلين شاربين تيباتوا تيقراو، لا مشاو من غير الدار ديالهم يجوا في الليل عيانين 8 كيلومتر ضرب كل نهار، البنت تعيا، نكون انا ما خارج ما يشدوها الدراري يتكرفسوا عليهم ويصوتوهم بزاف ديال الحوايج تيوقعوا، والله دار طيبه مزيان مأمنه واكلين شاربين مهليين فيهم، جزاهم الله خيرا. تيراجعوا معاهم وتيوريهم وتيفهموهم وتيقراو معنى الكلمه، ولكن لا تخرجت الدار الطالبه الطفلات غادي يضيعوا ليا. طيبه نافعه مقرين فيها بناتنا ولادنا، بناتنا جوج مشاو للقنيطره وجوج هما بقاو هنا ضايعين، الا ما فتحتش دار الطالبه يحبسوهم من القرايه، وحده اضطريت حولتها لاكار قريب ليا الحال شويه، هذه ديال السواسيين بعيد الحال، دار الطالبه كنخلصوا الترونسبور، جوج بنات 4000 ريال للشهر، وحده 100 درهم للشهر، بزاف علينا ولدي. دار الطالبه نافعانا مقرين فيها ولادنا واكلين شاربين مغطيين ناعس الله عمرها سلعه، دابا سيدي سدوها علينا وحنا بعيد علينا الحال ساكنه في واحد ضايعه منا الواد، الا كان هاد الضروره ما تحلش دار الطالبه ما يقراوش بناتنا. والسلام عليكم. بناء على طلب مؤازره اللي كنا تلقيناه كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان فرع سيدي قاسم من اولياء واباء التلميذات اللي وليداتهم وبنياتهم باغيين يستافدوا من دار الطالب والطالبه اللي كاينه في سيد الكامل، فعلا كنا درنا مراسله للعماله ومراسله للولايه ديال الرباط ومراسله للمندوبيه ديال التعاون الوطني بسيدي قاسم، وحاولنا نسولوا الاطراف كاملين، وسولنا يعني الاطراف الادارات اللي كاينين في سيدي قاسم، جاوبونا بانه راه دارت واحد اللجنه اقليميه وكانت هبطات لدار الطالبه والطالب اللي كاينه في سيد الكامل، وبانه وقفات على ان يعني هذاك المركز يعني حتى واحد ما مسجل فيه وحتى واحد ما بغى يستافد من الخدمات ديالو، لذلك راه مقفل، راه ما فيش العمل، لان ما كاينش الطالبات اللي بغاو يستافدوا منه ما كاينينش،
لذلك حنايا وقعنا في واحد ما فهمناش. عندنا طلب مؤازره مرفوق بتوقيعات ديال الاباء والامهات اللي تيقولوا حنا بغينا بنياتنا يستافدوا. عندنا جواب ديال مسؤولين في سيدي قاسم اللي كيقولوا بان داروا زياره لجنه اقليميه وقالت بان يعني المركز ما بغى يستافد منه حتى واحد. هنا بقينا ما فاهمين والو، لذلك اضطرينا اننا نجيو لعين المكان ونشوفوا يعني ناخذوا الحقيقه في الموقع ديالها، بانه واش كاين فعلا ان الاباء والامهات اللي كانوا راسلونا واش فعلا باغيين وليداتهم يستافدوا ولا لا. فعلا جينا لقينا الفتيات القرويات اللي باغيين يستافدوا من هذا المركز، ولقينا اولياء الاباء ديالهم. ملي سولناهم قال لك حنا كنجيو تقريبا شبه يومي كنجيو كنسولوا واش المركز غيتفتح، واش دار الطالبه غتفتح ولا باقا ما غتفتحش. كنجيو كنسولوا، وحتى المديره ديال المركز سولناها قالت لك ان الناس قالت لك هي مضطره انها تتجاوب الناس كيجيو كيسولوا واش المركز غيتفتح، فوقاش غيتفتح، شنو الجديد اللي كاين في هذا الموضوع. هنا جينا كنوقفوا يعني هنا يعني بصراحه يعني اول حاجه بعدا ما فهمناش هذه الاجوبه هذه اللي كانت تعطات لينا في سيدي قاسم من المسؤولين ديال هذه المؤسسه اللي كيقولوا بان يعني هذه المؤسسه ولا هذه دار الطالب والطالبه بانهم المستفيدين ما بغى يستافد منها حتى شي واحد وما كاين حتى شي واحد مسجل بها. حنا كنشوفوا العكس، كاينين تلميذات اللي باغيين يستافدوا، اغلبهم فتيات قرويات، وحنا كنعرفوا الفتاه القرويه والصعوبات اللي كتلقى في الدراسه. كنلقاو اولياء الاباء ديالهم اللي مازالين مصرين على ان الحق ديال الفتيات ديالهم بالاستفاده من هذا المركز يعني هو حق اللي هو يعني ما يمكنش يصادروا لهم شي واحد. وانني انا كنستغرب بشده كيفاش ان جمعيه ديال المجتمع المدني اللي كتسير هذا المركز هذا مقدمين استقالات ديالهم، اعضاء المكتب مقدمين استقالات ديالهم وعندهم مشاكل داخليه. خصنا حنا المركز هذا يبقى مسدود والتلميذات ما يستافدوش منه والمركز يبقى مسدود حتى نشوفوا ديك الجمعيه هي والخاطر ديالها تتحل المشكل ديالها ولا تبغي ولا هي والمزاج ديالها. هذا راه كيتسمى خرق واضح. هذا يعني ديك الجمعيه اللي عندها مشاكل داخليه باش تحلهم في البعيد، عندها مشاكل في القضاء باش تحلهم في بلاصه اخرى. هذه الجمعيه هذه كاين جمعيات مجتمع مدني في سيد الكامل اللي قادين انهم يسيروا هذه الجمعيه بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، تعطاهم فرصه وتفتح هذا المركز هذا لان المهم عندنا هو حنا ما كنشوفوش الشعارات ديال الفتاه القرويه ومحاربه الهدر المدرسي ويعني وهاد الشعارات. خصنا نتجسدوا على ارض الواقع. الفتاه القرويه هي اللي عطينا قلنا بان السنه الدراسيه اللي فاتت راه 10 ديال الفتيات اللي انقطعوا على الدراسه. شنو نزيدوا عاوتاني 20 اخرى ديال الفتيات عاوتاني تنقطع على الدراسه. هذا راه استهتار هذا بالحق في التعليم اللي هو تيبقى حق دستوري وحق ديال حق اممي، حق في التعليم وحق الفتاه القرويه في التعليم. ما يمكنش تفرضوا عليهم بانهم يمشيو في النقل المدرسي. علاش هذا المركز شنو تحولوا شي حاجه اخرى هذا المركز؟ مع ذلك كانت النيه عند المسؤولين السياسيين اللي كاين في هذه المدينه ولا في هذه الجماعه هذه غيحولوا هذا المركز هذا ديال الطالب والطالبه لشي حاجه اخرى ممكن، ولكن هو كاطار يعني هذا المال ديالو ديال الشعب وديال هاد الفقراء هادو اللي كيخلصوا الضرائب، يعني ماشي ديال شي واحد اللي غيصادر هذا المركز هذا. ولذلك نطالب ونشدد على ان هذا المركز هذا يتفتح في اقرب وقت. الموسم الدراسي ما بقاش، ولكن مع ذلك يتم الاستدراك ديال هذا الوقت اللي بقى. كنشوفوا العامله كاينه، كنشوفوا البنيات كاينين، كنشوفوا المديره كاينه، كنشوفوا كلشي كاين. غير هذه الجمعيه هذه اللي واضعه هذا الحجر ديال هذه العرقله هذه. ما عرفتش انا زعما تساؤل زعما ما يوضحوا لينا واش هذه الجمعيه هذه كبر حتى لهاد الدرجه هذه يعني فارضه عليهم الراي ديالها. حنا كنشوفوا حنا الدوله ممكن كتفسخ عقود، ان شركات كتكون دايره عقود مع الدوله، وممكن الدوله تراجع على هذوك العقود لان المصلحه ديال المواطن يعني تتنافى مع هذوك العقود. هذه غير جمعيه، هذه غير جمعيه سلمها المندوب ديال التعاون الوطني، سلموها دار الطالبه ما قامتش بالاشغال ديالها، صافي يشوفوا جمعيه اخرى اللي غتسير هذا الشيء. والحاجه اللي كنشد عليها اكثر هي المحاسبه ديال هذه الجمعيه هذه، والمحاسبه ديال اي مسؤول تواطأ انه يكون سبب في هذه البنيات هذو وضعوا في هذا الموسم الدراسي ديالو. المحاسبه ديالو والمحاسبه ديال الماليه على حسب ما سمعت انا، على حسب ما سمعت وعلى حسب ما كيتقال بان دار الطالبه كما كيسمعوا بان دار الطالبه ما عندهاش السيوله الماليه. بالعكس دار الطالبه راه الكونت بونكير ديالها راه فيه مسائل ماديه اللي ممكن انها تسير هذا. لذلك باش ما نطولش بزاف نخلي الاولياء الاباء والامر يهضروا.
وشديد على ان هذا المركز هذا يفتح وهذه البنيه تقراو، لان كنا كنرفعوا الشعار ديال محاربه الهدر المدرسي والفتاه القرويه، لان هذه الفتاه القرويه الى ما لقاتش هذا المركز هذا تقرا فيه وتجلس فيه والاباء ديالها ما قادينش يوفروا لهم النقل المدرسي، كنظن راه الفتاه القرويه المصير ديالها راه هو هذا الزواج المبكر، راه هو هذا الهدر المدرسي. لذلك وحتى النقل المدرسي حنا من بعد غنناقشوا النقل المدرسي حتى هو فيه خروقات اللي هي كبيره، ولذلك يعني هذه مناشده، وهذا يعني الا ما كانش شي حل، حنا بالنسبه لنا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان الا ما كانش شي حل المركز اللي ما تفتحش، راه حنايا غناخذوا حركه اشكال نضاليه اخرى. لما لا وقفه قدام عماله ديال سيدي قاسم، لان المصلحه ديال هاد التلميذات تتهمنا جميعا وبدون مزايدات وبدون حسابات سياسيه ولا حسابات شخصيه.